عمرك سألت نفسك ايه اكتر آلة حرب كانت بترعب الجيوش في اي معركة؟ طبعا الدبابة، من اول ما ظهرت في الحروب وهي عاملة قلبان في ساحة القتال. بس يا ترى في كام نوع دبابة وبدأت امتى وايه الفرق بين كل واحدة والتانية؟ في الحلقة دي هنتكلم عن الدبابات ونعرف تاريخها وانواعها وامكانية كل مدرعة فيهم. يلا بينا نبدأ جولتنا في عالم الدبابات. أول دبابة ظهرت في التاريخ كانت سنة 1916، اسمها كان مارك آي، بريطانية الصنع. كانت بتمشي بسرعة 6 كيلومتر في الساعة، مدرعة بس مش قوية قوي بالنسبة للدبابات العصر الحديث، وكان فيها رشاش ومدافع خفية. كانت مرعبة وقتها، بس النهاردة ما ينفعش نقارنها بالدبابات الحديثة لأن إمكانياتها عالية جدا. تطور الدبابات، أول دبابة معانا وهي بانزر 4، بلد المنشأ ألمانيا، بداية الإنتاج سنة 1937. المدفع الرئيسي عيار 75 ملم، السرعة القصوى 42 كيلومتر في الساعة. في البداية ما كانتش بانزر 4 مصممة كدبابة خط أمامي، كان المفروض تقوم بدور داعم للنيران، يعني تمشي ورا دبابات بانزر 3 وتضرب التحصينات والمنشآت بأسلحتها الثقيلة. لكن مع مرور الوقت حصلت مفاجأة، بدأت بانزر 4 تتفوق مش بس في الدعم، لكن بقت فعلا في الدبابة الرئيسية اللي شالت الجيش الألماني في المعارك الضخمة. تصميم الدبابة ومواصفاتها، المدفع عيار 75 وده اتطور مع الوقت عشان يقدر يواجه الدبابات الأخرى في الحروب. الدرع في البداية كان دروع خفيفة حوالي 30 ملم، لكن مع الوقت قدروا يطوروها ووصلت ل 80 ملم في النسخ الأخيرة. الطاقم بتاعها بيبقى 5 أفراد، قائد وسائق وموجه ومحمل ذخيرة ورامي. المحرك بتاعها قوته 300 حصان، سمح للدبابة انها توصل ل 42 كيلومتر في الساعة على الطريق، وده رقم محترم وقتها. الاستخدام القتالي، بانزر 4 شاركت تقريبا في كل الحروب من اول 1939 ل 1940، وكانت مرنة جدا في التعديلات، وده خلى الألمان يطوروها بدل ما يصمموا دبابة جديدة مكانها. بانزر 4 ليه عدد ضخم من النسخ والتحديثات، كل نسخة كانت بتحاول تحسن الدروع أو التسليح أو حتى تبسط الإنتاج. النسخ الأخيرة كانت بتتمتع بدروع سميكة ومدفع طويل قادر على اختراق دبابات أقوى منها بكتير. رأي القادة الألمان فيها كانوا شايفين إن هي الدبابة اللي المفروض تتعمم على كل القوات بدل من بانزر 3، وده فعلا حصل مع مرور الوقت. نقاط القوة، سهلة التعديل والصيانة، مدفع قوي في النسخ المتأخرة، تصميم مرن، إنتاج ضخم أكتر من 8500 وحدة. نقاط الضعف، في النسخ الأولى دروعها كانت ضعيفة، أدائها في الطرق الوعرة كان أقل من الدبابات الأخرى، ما قدرتش تواكب تطور الدبابات السوفيتية والأمريكية في آخر حروب. الخلاصة، دبابة بانزر 4 مش مجرد دبابة، دي كانت الحصان الأسود للجيش الألماني، وطوروها وغيروها مع الوقت. ببساطة كانت أيقونة ورمز حقيقي للحروب الحديثة في وقتها. دبابة أمريكية زي شيرمان M4، بداية الإنتاج 1942، أخف من البانزر لكنها أسرع، مدفع 75 ملم والسرعة 48 كيلومتر في الساعة. دبابات الاتحاد السوفيتي زي T-34، بداية الإنتاج 1940، واحدة من أنجح الدبابات في التاريخ، مدفع 76.2 ملم وبعد كده وصل ل 85 ملم، السرعة 55 كيلومتر في الساعة. دبابة T-34 كانت دبابة قوية جدا، سريعة وصعب تصيبها بسهولة. جيل الدبابات اللي بعد كده، أول دبابة معانا هي شيفتن، بلد المنشأ بريطانيا، بداية الاستخدام 1966. المدفع كان 120 ملم، السرعة حوالي 40 كيلومتر في الساعة. الطاقم بتاعها 4 أفراد. في وقت من الأوقات بريطانيا كانت عايزة دبابة تقيلة تكون قادرة تواجه الدبابات السوفيتية اللي كانت بتتطور بسرعة، فبدأوا يطوروا الدبابات اللي كانت موجودة عندهم وقتها، ومن هنا قدروا يوصلوا للنوع ده. كان التركيز مش على السرعة، كان على ضرب من بعيد بدقة والتحمل في المعركة. كان مدفع الدبابة 120 ملم، كان أقوى مدفع دبابة في العالم وقتها، كان بيستخدم ذخيرة خارقة للدروع وبيقدر يدمر أي درع الدبابة في وقتها. المدفع كان بدون ارتداد شديد وبيشتغل مع منظومة تصويب حديثة نسبيا في الستينات. بالنسبة للأداء على الأرض، المحرك كان قوته 750 حصان والسرعة
حوالي 40 كيلومتر في الساعة على الطريق، وأبطأ بكتير في الأرض الوعرة. للأسف المحرك كان فيه مشاكل كتير في النسخة الأولى وكان بيتعطل بسهولة جدا، لكن في المقابل الدبابة كانت ثابتة وتقيلة وضربتها قاتلة. اتعمل منها نسخ كتير وكل واحدة كان فيها تحسينات. شفتن MK2 النسخة الأساسية، وشفتن MK5 فيها محرك أقوى وتحسينات على المدفع. بالنسبة لتقييم الدبابة نقاط القوة بتاعتها، طبعا مدفع قوي جدا 120 ملم، دروع قوية جدا، قدرة عالية على ضرب أهداف من مسافات بعيدة بدقة، تصميم هجومي دفاعي مثالي للمعارك القوية. نقاط الضعف: المحرك غير موثوق فيه، بطيئة الحركة، وزنها تقيل فبتستهلك وقود أكتر، صعبة في الصيانة. في الحروب رغم إنها ما كانتش بتشارك بشكل مباشر في الحروب الضخمة لبريطانيا، إلا إنها خدمت في حروب أخرى في الشرق الأوسط. الخلاصة: دبابة شيفتن كانت أشبه بالمدرعة القاتلة البطيئة، مش أسرع واحدة بس لما تطلع في الميدان بتقفل اللعبة. اعتماد بريطانيا عليها كان مبني على إنها تدافع من بعيد وتضرب بدقة وتصمد لوقت طويل، وده فعلا اللي كانت بتعمله. تاني دبابة معانا وهي T-72، دبابة روسية، بداية استخدامها كانت 1973. بالنسبة للمدفع 152 ملم، نظام تلقيم آلي، دروع قوية جدا، مستخدمة لحد النهاردة في دول كتير. الدبابة اللي بعد كده معانا هي M60 باتون، بلد المنشأ أمريكا، ظهرت سنة 1960. المدفع 105 ملم. بالنسبة للدرع متوسط، تم استخدامها في حروب كتير. في الفترة دي كانت الدبابات فيها بتجري بسرعة جدا. بالنسبة للدبابات اللي كانت قبل كده، كل الدول بتحاول تكون الأقوى. الجيل اللي بعد كده من الدبابات، أول نوع معانا هو الوحش الأمريكي M1 أبرامز، بداية الاستخدام سنة 1980. المدفع 120 ملم، المحرك توربيني بيشتغل بوقود الطيارات، فيها أنظمة رؤية ليلية، السرعة القصوى 67 كيلومتر في الساعة. الطاقم اللي عليه 4 أفراد. في السبعينات أمريكا كانت محتاجة دبابة حديثة تواجه التهديد السوفيتي، خصوصا مع الدبابات زي T-72 و T-80. كانت المنافسة وقتها بين مشروعين، وفي النهاية وصلوا لأول نموذج من الدبابات M1. المدفع اللي عليها 120 ملم من تصنيع ألماني، بيطلق ذخائر خارقة للدروع بقدرة عالية جدا، الدقة رهيبة، مزود بأنظمة استهداف متقدمة تخلي الإصابة شبه مضمونة حتى على المسافات البعيدة. الدبابة مزودة بدروع قوية جدا، ودي مش بس حديد لكن طبقات متعددة من السيراميك والمواد الموصلة للطاقة، وفيها بعض النسخ بتحمل دروع أورانيوم مستنزف، ودي بتخليها تقف قدام أي قذيفة تقليدية. بالنسبة لأنظمة الرؤية، هي مزودة بأنظمة رؤية ليلية بتسمح لها تشتغل في الضلمة أو في ظروف ضباب وغبار، فيها نظام استهداف متكامل للرمي والقائد، وفي مثبت للمدفع يخلي التصويت دقيق حتى والدبابة ماشية بسرعة. فيها أنظمة كمبيوتر بتحسب المسافات والرياح ودرجة الحرارة ونوع الذخيرة علشان يظبط التصويت تلقائيا. وفي النسخ المتقدمة فيها شاشات رقمية ووصل بيانات بين الدبابات وبعضها. نقاط القوة: دروع قوية جدا، مدفع فتاك، سرعة عالية بالنسبة لحجمها، أنظمة إلكترونية متقدمة، صيانة مرنة نسبيا في الجيوش الكبيرة. بالنسبة لحماية الطاقم من الانفجارات، مخازن الذخيرة فيها أبواب معزولة، استهلاك وقود كبير جدا. المحرك التوربيني بيصدر حرارة وصوت عالي جدا وسهل إنها تتكشف. وزنها كبير ممكن يسبب مشاكل في بعض الجسور أو الطرق الضعيفة. تكلفتها عالية جدا في التشغيل والصيانة. الخلاصة: الM1 أبرامز مش دبابة وبس، دي منصة قتال متكاملة. لو اتكلمنا عن الأداء في الحروب، فهي بتضرب أول وبدقة، وغالبا آخر من يخرج منها حي هو العدو، سواء في الصحراء أو المدن أو الغابات، ودايما بتفرض وجودها وبتخلي أي خصم يعيد حساباته. بالنسبة لآخر جيل من الدبابات، أول نوع معانا وهي T-14 أرماتا، دي دبابة روسية، مدفع 125 ملم، قابل للتطوير، دروع تفاعلية قوية جدا، أنظمة رصد واستهداف الذكاء الصناعي. تاني نوع معانا وهي أبرامز إكس، ودي دبابة أمريكية الصنع، أخف بنسبة 50%، وهي هايبرد، كهرباء زائد وقود، تحكم عن بعد، ذكاء صناعي، وهي نموذج تجريبي. وبكده نبقى داخلين على عصر دبابات جديد
اللي ممكن تتحرك من غير ما يكون فيها حد جواها اصلا. ودي كانت جولتنا في عالم الدبابات من الحديد الخفيف لحد مدرعات المستقبل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. مستنيكم في الحلقات اللي جايه.